أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهد الكريم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من شبكة سلام الإعلامية، متمنيا لكم سيداتي سادتي الصحة والعافية، وأرجو أن نوفق فيما نقدمه لكم في حلقة وفي برامج مع اللغة العربية في هذه القناة التي إن شاء الله أطل عليكم عبرها أسبوعيا في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. وأصلي وأسلم على خير من هدى الناس رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول صل يا ربي على المدثر وتجاوز عن ذنوبي واغفري، وأعني يا إلهي بمثاب أكبر فزماني ولع بالمنكر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسجل هذه الحلقة في ميزان حسناتنا جميعا، أنتم كمشاهدون ومراسلون في نفس الوقت، ونحن كمرسلين ومستقبلين في الاتجاه الثاني. يسرني سيداتي سادتي أن أتحدث للمرة الثانية عن دور عن المعاهد الإسلامية في إريتريا ودورها في تثبيت ودعم اللغة العربية. وتحدثت في الحلقة السابقة من هذا البرنامج مشيرا على أن المعاهد لعبت الدور الكبير، واليوم نواصل ما انقطع من حديث. وحقيقة يعني أنا اتصلت بعدد من الزملاء حتى يوافوني بالأناشيد والقصائد التي كانت تردد في المعاهد الإسلامية في إريتريا، لأنه كان لها دور كبير تلك القصائد وتلك الأناشيد. ومما علمت أنه معهد كرن أو معاهد مدينة كرن الأبية كان بها أكثر من معهد، والأساتذة الذين كانوا بالمعاهد مدرسين ومشرفين لعبوا دور كبير في نشر عدد من تلك القصائد القوية المؤثرة وحفظها الطلاب. وعلمت أن تلك القصائد لم تكن وقفا على معاهد مدينة كرن، وإنما كانت في كثير من المعاهد، تحديدا في المعاهد الإسلامية بمدينة أسمرة. عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، وأنا أسجل هذه الحلقة في الاتصالات ومن خلال المتابعة لما يجري في الوطن الحبيب. مع الأسف الشديد يعني الطغمة الحاكمة في إريتريا يعني مواصلة لبرامجها ومشاريعها التي تهدف للقضاء على اللغة العربية والثقافة العربية، وتستهدف فيما تستهدف المعتقدات والأديان بشكل عام، خاصة العقيدة الإسلامية، أنها أقدمت على تأميم كل المعاهد في إريتريا، ذلك بعد أن جردتهم من سلطاتهم ودخلت فيهم ما يمكن أن يصبحوا كأنهم أعين للنظام، وشيئا فشيئا ويثبتوا مدرسين 3 في المعهد من غير المعهديين ومن غير الذين لا بل مش يتماهوا، بالعكس هم يتعارضوا مع كل سياسات وأهداف المعاهد التي أنشئت من أجلها. بالتدرج يعني يضع في الإدارة نفرين إلى أن سحبوا البساط من كل المعاهد كمدراء، وأخيرا مع الأسف الشديد تم تأميم كل مباني المعاهد في إريتريا بقرار جائر. هذا ما وصل إلينا. وكذلك يعني الآن هم مقبلين على أن تتحول المعاهد إلى مجرد مدارس، ومجرد مدارس ليس فيها لا ضوابط إسلامية ولا ضوابط عقدية ولا أخلاقيات، أن تتحول إلى ليس مجرد مدرسة، ولكن أن تتحول إلى مكان للفوضى ومكان للا أخلاق وما إلى ذلك، حيث يخططون هذه الفترة ألا يكون ويبقى في المعهد أيا كانت درجته، حتى لو عنده الدكتوراه ولا الماجستير من معاهد وجامعات ومؤسسات إسلامية عربية عريقة، ألا يسمح للمدرس في المعهد بالتدريس ما لم يتخرج من TTI، وهي معهد
تأهيل المعلمين. هذا طبعا آخر تقليعات المجموعة، بمعنى رجل يعني كان مدرس طوال حياته، فيقولوا له ما لم يكن عندك شهادة من الTTI اللي هو ما عنده علاقة بالمعاهد ولا عنده علاقة برسالة المعاهد، اللي هو الTTI معهد تأهيل المعلمين الموجود في أسمرة ومكان واحد وفي منطقة نائية، يقولوا له لا بد أن تتخرج من هذا المعهد، يكون درس 20 سنة 25 سنة. هي عملية طرد وإفراغ وتهجير وإخلاء المعاهد دي من المدرسين وإحلال محلهم مدرسين لا علاقة لهم لا باللغة العربية ولا بالتربية الإسلامية ولا بالقيم الدينية ولا المثل والأخلاق، أخلاق المعتقدات. هذا ما يفعله فينا المحتل الجديد. ولذلك تأسفت جدا عندما علمت أن المجموعة أقبلت، ويعني تقريبا هذه الحلقة ستبث من بعد شهر أكتوبر، والمعاهد حقيقة ستكون دخلت آخر مراحل ما يمكن أن نسميه في معاهد، على كل التراجعات التي حدثت في تاريخ المعاهد للأسف الشديد. هذا ما وددت يعني أن أعبر عبره وعبركم أسفنا الشديد لما آلت إليه أحوال المعاهد بالرغم من تدهورها وما إلى ذلك. آخر ما وصلت إليه أن تؤمم تلك المعاهد، صروح ناس دفعوا من فلوسهم ومن عرق جبينهم أن تؤمم الحكومة لأسباب يعني تتقاطع مع سياسة أي محتل وأي ديكتاتور. بالعودة إلى موضوع المعاهد والأناشيد التي كانت بها وكذلك المناهج تطرقت إليها، لن أعود للحديث عنها، لكن من باب الذكر أنا سأذكر أسماء المعاهد التي كانت تعج بها مدينة كرم في أيام الاحتلال الإثيوبي، الهيلة سلاسي والدر كما أشرت. وفي هذا العهد يعني مدينة كرم كانت يمكن هي أم المدائن وأم المعاهد في إريتريا، حيث كان بها معهد أصحاب اليمين، هذا المعهد العريق ومعهد معروف ومشهور وتخرج منه عشرات الآلاف. وكذلك معهد الضياء الإسلامي في مدينة كرم، لهم التحية للمؤسسين ولهم التحية كذلك لأصحاب اليمين الذين أسسوا هذا المعهد من مالهم الحلال، ولطلابهم ومعلميهم التحية. وكذلك المعهد الدين الإسلامي بمدينة كرم لهم التحية كذلك، ومعهد عنسبة الإسلامي لشيخه ومؤسسه الشيخ فضيلة الشيخ محمد علي زرقوم، ربنا يديه الصحة والعافية. هذا الصرح الكبير يعني عندما تدخل هذا المعهد، وأنا شرفت في يوم من الأيام أن زرت هذا المعهد ولنا فيه الحمد لله، نعم عزيزي المشاهد، لنا فيه ذكريات، حيث شاركنا في أمسية شعرية بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس المعهد الدين الإسلامي، أي معهد عنسبة، بعد أن كان في وازنتت معهد عنسبة الإسلامي. وحقيقة عندما دخلت ذلك الصرح يعني شعرت بافتخار وشعرت بعزة بأمانة يعني، وشعرت حقيقة أنه يعني عظمة هذا الإنسان الجليل الذي قدم من السودان حاملا العلم، وثم أسس مكانا صغيرا في منطقة وازنتت، وشيئا فشيئا وشيئا فشيئا إلى أن أسس هذا المعهد الراسخ. وأنا أتمنى أنه ابنه عبد العليم الذي كان مديرا للمعهد واختفى سنة 94 بسياسة الطغمة الاحتلالية الموجودة، يعني أتمنى له أن يرى النور من سنة 1994. هذا المعلم الجليل خريج المملكة العربية السعودية، وأعتقد هو خريج المدينة المنورة في جامعاتها، يعني عاد وغاب بسياسة تلك الطغمة. والرجل شيخنا الفاضل محمد علي زرقوم صبر، وفيما حدثني يعني سألته أنا لما زرت في تلك الأمسية،
فقلت له حدثني عن الشيخ عبد الله الزوز رحمة الله عليه، مدير ومؤسس معهد أغردات الإسلامي. فتبسم فضيلته وقال: يعني كلانا واجهنا سياسة واحدة، ليس من المستعمر مع الأسف الشديد، ولكن من بني جلدتنا يعني، وحيث الاتهامات من هنا وهناك. وقال: صبرنا يعني كما صبر أولو العزم. والله حقيقة يعني صبر العلماء في مجتمعات لا تقدر مكانة العلم والعلماء، والعلماء ورثة الأنبياء، لأنهم يرثون ما يواجهوه من تخبطات الناس أحيانا ما، وحروب ومواجهات من حيث لا يدرون يواجهون أولئك العلماء. فقال لي: أنا والشيخ عبد الله الزوز رحمة الله عليه واجهنا الكثير، وقال أنه ما واجهه هو شخصيا الشيخ محمد علي زرقوم، قال كان أضعاف ما واجهه الشيخ عبد الله الزوز. وقال إنه الشيخ عبد الله الزوز لأنه كان رجل يعني شديد فعلا وبيزعل، وفي الحق طبعا، والغضب في الله يعني هذا يعني مأمور به يعني في الدين. وقال إنه أنا ما واجهتني أنا الشيخ عبد الله الزوز، لو كان واجهته ربما كان يعني يعني هو بيقول إنه واجه مواجهات شديدة يعني، إلى درجة إنه شيخنا ده يعني من حيث لا يدرون بعضهم حرم الصلاة من خلفه يعني. هذه طبعا أنا ما بستبعد إنه يعني المستعمرون المحتلون السابقون ربما كانوا يروجون لذلك. على كل أنا أجيب المسائل دي حتى ما أدلل هؤلاء الناس كيف صبروا على شعبهم، وصبروا على سياسات المحتل، وصبروا على كثير من الأشياء التي لا تمت إلى الدين بصلة، إلى أن وصلوا إلى ما وصلوا إليه. الشيخ محمد علي زرقوم تمكن من بناء صرح كبير، صرح يعني تشعر بهيبة العلم وهيبة الدين عندما تدخل إلى ذلك، رغم كل العوائق والصعوبات والحروبات التي واجهها. الآن هذا المحتل الجديد يؤمم ذلك الصرح التعليمي الكبير كغيره من الصروح. بالعودة إلى أسماء المعاهد عزيزي المشاهد، قلت معهد أصحاب اليمين، ومعهد الضياء الإسلامي، والمعهد الدين الإسلامي، ومعهد عنسب الإسلامي، ومعهد حشل الإسلامي، ومعهد الإمام البخاري. يا سلام، يعني والله في القلب جراح. مدينة صغيرة، مدينة كرم، أم المدائن يكون بها هذا الكم من المعاهد. شوف يعني مدينة كرم دي لو استمرت الأمور، هذه المعاهد طبعا كان حتأتي معاها وراها معاهد، وتخيل عدد الخريجين كانوا حيكون كم، والنور الذي يشع من تلك المدينة الباسلة البهية المؤمنة الصابرة. وأنا بقول دائما يعني مدينة كرن معروف عنها من خلال متابعتنا للسياسات وما إلى ذلك، ليس هنالك مدينة استهدفت من هذا المحتل الجديد كما استهدفته مدينة كرن. استهدفت في كل شيء، في علماء، في تجار، في طلاب، في معاهد، في مدارس، حتى في مثقفيها، وحتى في مبدعيها بشكل عام في كل المجالات. حتى في الرياضة لم تسلم هذه المدينة. لكن مدينة كرن ما يميزها أنها دائما ربنا متعها بخاصية أنها تنحني ولا تركع، تنحني للعواصف عندما تأتيها، فتمر العواصف وتشهد وتبدو مدينة كرن شامخة أبية. هكذا عهدها، كما تنحني كثير من المدن المستهدفة من المحتلين، تمر عليها الرياح الهوج فتمر وتظل باقية. أنا في تصوري مدينة كرن هي من تلك المدائن، ومهما كان حتى هذه المعاهد وغيرها ستظل مدينة كرن هي شعلة النور وشعلة الإيمان مع غيرها من المدن طبعا.
وشعلة العلم والعلماء. حتى لو جينا في المدارس، مدينة كرن تخرج منها كمية من المعلمين والخبراء التربويون، يعني قد لا تكون تنافس مدينة أخرى خاصة في مدن المحافظات زي مدينة كرن، حيث خرجت علماء جلاء وخبراء تربويين ومشرفين وحدث ولا حرج. وبالتالي هذه المدينة الباسلة يعني هي هكذا، وإن شاء الله ترى النور. بالعودة عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، أو خلينا نعمل فاصل ونعود بعد قليل. نحمد الله سبحانه وتعالى أن عدنا إليكم مشاهدينا الكرام في الحلقة 15 مواصلة للحديث عن المعاهد ودورها في ترسيخ اللغة العربية في إريتريا. هذه الحلقة الثانية. ومما علمت عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة أن لمدينة كرن كان الدور الكبير في رفض ودعم تلك المعاهد الكثيرة في إريتريا بالأناشيد القوية المعبرة، وكذلك بالبرامج القوية. وأنا هنا يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمر أستاذنا، كما علمت الأستاذ نافع إبراهيم المختفي من سنة 1994 في سجون الاحتلال، وكذلك الأستاذ فرج أبو بكر حاج كذلك معتقل من عام 1994 في سجون الاحتلال في إريتريا. أستاذ نافع كان رجلا شاعرا مجيدا، وله عدد كبير من القصائد والأناشيد الدينية القوية. وإن شاء الله خريجو هذا المعهد يعني يتحفون بشيء من الأناشيد التي هي من تأليف الأستاذ نافع إبراهيم. وكذلك يعني الشيخ شاعر إبراهيم نافع إبراهيم عفوا كان يكتب باللغتين العربية والتجرينية، وكانت أشعاره قوية جدا جدا. وكان يعني من القصائد حقه يا معهدي يا معهد ضيائي، وهي من القصائد القوية. وإن شاء الله أول ما يفيدونا الزملاء خريجي المعهد، وأنا طلبت من كذا واحد، حتى لأنه يعني أنا عندي إحساس أنه تلك القصائد لعبت دور كبير في تثبيت ودعم اللغة العربية في إريتريا. ومما يذكر كذلك للمعاهد أنه على سبيل المثال مثلا في معهد أغردات، المعهد الدين الإسلامي في أغردات، يعني كان هناك نشيدين معروفين، وتكاد المدينة حتى الذين لم يلتحقوا بالمعهد الدين الإسلامي في أغردات من خلال ما يسمعوه في يوم الاحتفال والاحتفاء، يعني في ناس كتار حافظين كلمات من ذلك النشيد المعروف. يعني أنا أذكر فيما أذكر يعني على الرغم قبل ما ندخل المعهد، يعني كان النشيد المعروف هلموا إلى المعهد. وعندما راجعت إنه عرفت إنه هذا النشيد هو كان نشيد معهد أم درمان العلمي العالي في السودان الشقيق، السودان الحبيب، الوطن الآخر. ولذلك يعني شوف يعني أولئك العلماء، الشيخ عبد الله الزوز رحمة الله عليه، ونحيي ابنه حبيبنا وعزيزنا محمد الحسن عبد الله الزوز، أنا بحييه من هنا هو في الدول الأوروبية، وإن شاء الله نتمنى في يوم من الأيام نعمل معه لقاء يتحدث عن والده ومجاهداته. فأولئك الرجال العظماء المؤسسون والمدراء يعني جلبوا كثير من قيم المعاهد. على سبيل المثال
معهد أم درمان العلمي العالي، غير المناهج حتى الأناشيد، لأنهم كانوا يعرفون حق المعرفة أن من خلال الأسس التربوية والقيم الموجودة في معهد أم درمان العلمي العالي يستطيعون أن ينتشلوا مجتمعنا من كثير مما كان ران عليه إبان الاحتلال الإثيوبي. وحقيقة أنه المعاهد الإسلامية في إريتريا لعبت دور كبير في تنوير الناس أمور دينهم، أولا في تثقيف الناس وتعليمهم، وفقه الناس علما على أن أولئك المعلمين ومديري المعاهد كان لهم حلقات درس وحلقات علم، سواء كان في المسجد أو خارج المسجد. فهذا غير المجاهدات التي كانت، يعني كيف كانت تدخل المناهج وأن تؤسس معهد وأنت ما عندك ولا بر واحد من الحكومة الإثيوبية، بل أنت محارب، لكن يكون هناك في خلوة ملحقة وفي مبيت للطلاب القادمين من خارج المدينة، ودي أنا حتحدث عنها إن شاء الله في هذه الجزئية، في جزئية من هذه الحلقة. وفي نفس الوقت تصرف على المعلمين وتوزع للطلاب الكتب. لم يكن هناك كتاب مشترك واحد، كتاب واحد بين طالبين مشترك أبدا. أنت تأخذ، وزي ما ذكرت في الحلقة الفائتة، 12 مادة 13، يعني عندك أنت 8-9 كتاب تستلمه، وكتب جميلة وكتب جديدة. يعني كيف كانت تدخل تلك الكتب؟ وهي معروف أنه إثيوبيا دي كانت تحارب أي شيء له علاقة بالإسلام وعلاقة باللغة العربية. سنتحدث عن ذلك في جزئية. فلما نستمع إلى النشيد مثلا، هلموا إلى المعهد، إلى الدين والعلم والسؤدد، يعني واضحة رسالة المعهد إلى الدين والعلم، والدين مقدم على العلم، لأنه هذا العلم مرتبط بالدين، وهو ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبالتالي هلموا إلى المعهد، إلى الدين والعلم والسؤدد، إلى الحق والخلق الأمجد، إلى لغة الضاد كي نهتدي. والله أنا أشوف يعني كلمات حتى، يعني شوف، ولأن السودان الوقت ذاك لما نشأ معهد أم درمان العلمي العالي نشأ في ظروف الاحتلال البريطاني للسودان، ولذلك كانوا متمسكين بهذه اللغة إلى أن أصبحت اللغة العربية هي لغة أهل السودان بعد أن كانوا نحل ولغات وشعوب وهكذا. وترسخت عبر يعني هذا المعهد. أنا ما داير أتكلم عن معهد أم درمان العلمي العالي ودوره حتى في تثبيت اللغة العربية في إريتريا، في السودان عفوا، في السودان. ويعني وكأنه السودان كان عارف أنه، أو ذلك المعهد ورجاله، أنه سيأتي شعوبيون في يوم من الأيام ويحاربون اللغة ويحاربون المعتقد وما إلى ذلك، كما يشهده السودان العزيز هذه الأيام. فلما نرجع إلى الحق والخلق الأمجد، إلى لغة الضاد كي نهتدي، ولغة الضاد هذه هي فيها الهداية التامة كما نتحدث دوما عبر هذا البرنامج. نعم، بلغة الضاد كتبت أراجيف وكتبت نظريات إلحادية ونظريات ليس لها علاقة بالدين، ولكننا نتحدث لغة الضاد، لغة القرآن الكريم والأحاديث والفقه والسير. وهذه اللغة يعني اللغة المرتبطة بالدين، إلى لغة الضاد كي نهتدي. حباه الإله بقرآنه، والمعاهد كلها كانت قرآنيات. حباه الإله بقرآنه وأضفى عليه برضوانه ضياء به يهتدي المهتدي. يا سلام. فالأناشيد، يعني الشيخ عبد الله الزوز رحمة الله عليه، وأعتقد هذا النشيد كان هو وقفا على
المعهد الديني الإسلامي في غرداد. شيخنا عبد الله الزوز رحمة الله عليه عندما جلب هذا النشيد كان يعرف معاني وقيم ودلالات، وكان رجلا فقيها، رجلا عالما باللغة والحديث والسير والأحكام والفقه رحمة الله عليه، وأسكنه الفردوس الأعلى. فأما طريقة الأداء بالنسبة لهذا النشيد فكانت مدينة أغرداد تهتز طربا وتهتز نشوة من أطرافها إلى أطرافها، وأزعم أن حتى نهر بركة كان يتراقص عندما يستمع إلى ذلك النشيد. والطلاب كما ذكرت في الحلقة السابقة، يعني الطلاب متراصين ويطلعوا بطابور منظم وينشدون من قلوبهم وينشدون بأفئدتهم وينشدون بأرواحهم. عندما يأتي الطلاب هلموا هلموا إلى المعهد، هلموا هلموا إلى المعهد، إلى الدين والعلم والسؤدد، إلى الحق والخلق الأمجد، إلى لغة الضاد كي نهتدي، إلى الحق والخلق الأمجد. والطابور يتحرك، والأستاذ أحمد يضرب الصفارة ويلف الطلبة التفاف عسكري كلهم باتجاه إما اليمين أو الشمال، وفيها الضربة بتاعت الأرجل. طراق. حباه الإله بقرآنه وأضفى عليه برضوانه، ضياء به يهتدي المهتدي. يعني والله العظيم يعني حاجة، والناس من حواليهم يصفقون ويهللون، عرس مهرجان، إلى أن يقول الشاعر: فيا معهدي فيا معهدي عب من خيره، يعني عب من خيره جميع البلاد ومن بره. فيا معهدي عب من خيره جميع البلاد ومن بره، إذا قصر الوصف عن قدره فإنك في قلبي يا معهدي. والله نشيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تتحرر هذه البلاد وتعود إلى تلك المعاهد، هذه الأناشيد القوية، لأنها بها تحيا القلوب وبها تحيا النفوس وبها تطمئن أرواح الناس، مؤمنين كانوا غير مؤمنين. إلى أن يقول الشاعر: فكم من قلوب به آمنت، وكم من نفوس به أيقنت، وكم من عقول به أذعنت، وكم في المعالي له من يد، يعم القريب ويعطي البعيد، ويسقي الصبي ويروي الرشيد، ويولي الشمال ويولي السعيد، حياة وريا لكل صبي. يعني والله نشيد بأمانة، يعني حاجة، يعني الناس المدينة كانت تنتظر هذا العرس الجميل، وهذه الأناشيد الناس بتنشدها في الطابور الصباحي وفي المناسبات. لكن مدينة أغرداد، وهكذا كانت كل المدن، نفس مدينة كرن التي كان بها كم هائل من المعاهد، وفي أسمرة كان هناك شعراء كبار. نحن إن شاء الله يمكن يوم نتحدث عن اللغة العربية في ذلك العهد، وحنجيب نماذج من الشعراء رحمة الله عليهم. والآن أدعو لفاصل آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد على كل شيء، لك الحمد ولك الشكر على أن هيأت لنا من أمر ديننا وأن نقول شيئا في ذلك. نسأل الله يوفقنا دائما للخير والبركة إن شاء الله. عزيزي المشاهد، هذه هي الحلقة 15، ونتحدث عن المعاهد الإسلامية في إريتريا ودورها في تثبيت ودعم اللغة العربية. من خلال الذي نتحدث عنه تحدثنا في المناهج وتحدثنا كذلك في أشياء، واليوم نتحدث عن الأناشيد التي كانت
في عدد من المعاهد. نأتي إلى الأمام، نشيد كان إلى الأمام فيه شيء مما يعني يخلي الإنسان يدخل في حالة، في تجليات تخليه يطلع من طوره. يعني لما يقول الطلاب إلى الأمام إلى الأمام، يعني فلنتبين الكلمة ذاتها بحد ذات، إلى الأمام وليس إلى الخلف. ومن يتمسك بدينه ويتمسك بلغته هو يذهب إلى الأمام، إلى الأمام، إلى أن يدخل وإلى الرفيق الأعلى ويدخل إلى جنات النعيم والفردوس الأعلى بإذن الله. والذي يتمسك بدينه وبقرآنه وبلغته وبعلمه وخلقه ما في شك أنه ذاهب إلى الأمام. والله نحن كررنا هذه الأناشيد وما عارفين معانيها، لكن لأنها كانت يعني تسقينا ماء ذلك العلم والإيمان، فترسخت في الداخل، على الرغم من أنه دخلت نحن مرينا بظروف ومنعطفات خطيرة جدا جدا، ولكنها ثبتت فينا هذا الإيمان ولله الحمد من قبل ومن بعد. وفي كثير من الناس الذين مروا بهذا الطريق تراهم برضو يعني فيهم شيئا من الدين وشيئا من العقيدة السليمة. فلما يقول الشاعر إلى الأمام إلى الأمام يا جنود القرآن، عديل كده يعني. وليس هنالك يعني أخير من أن تكون جنديا لهذا القرآن الكريم، لأنه زي ما قلت أنا في يوم من الأيام، يعني العلماء قاعد يفسروا لكم ويشرحوا لكم ويقرأوا ويتلوا، وما شاء الله هذه القناة المباركة تعج بكثير من علماء. لكن أنا يعني كإعلامي بقول إنه الإنسان في نهاية عهده، في نهاية هو ماشي من الدنيا دي، يحتاج إلى القرآن. والله ما يحتاج إلى أي شيء آخر، يحتاج إلى أن رجل يقرأ له القرآن في أذنه ويثبته، وهكذا. هذا آخر ما تحتاج له، وأكثر وأعظم ما تحتاج له وأنت ماشي. فشوف هؤلاء الشباب عمر 12-13 سنة إلى الأمام يا جنود القرآن، يا جنود القرآن. القرآن مبعث للإيمان، هذب الإنسان، علم البيان، وحد الإنسان، ذلك القرآن. نحن جنود القرآن في زمان ومكان. يا سلام، والله استمعنا لكثير من التوشيحات وكثير من الأناشيد وكثير من هذا وذاك، لكن والله استمعنا لكبار من يزعمون أنهم، لكن ليس هنالك ما هو أعذب. وأنا لا أضيف شيئا ولكنني أذكر فقط، ليس هنالك ما هو أعذب وأشفى للنفس التواقة وأكثر يعني اطمئنان، وهذا كله موجود في القرآن الكريم. أفتح القرآن الكريم وأقرأه بتدبر وتأمل، سترى فيه كل هذه المعاني والقيم. فالطلاب لمن يطلعوا ويهدروا كمان مع هذا النشيد بفاصل هنا وهناك، يعني أنا أتخيل وكأني أشاهد إلى الأمام إلى الأمام يا جنود القرآن. فيها خطوات عسكرية، خطوات بتاعت، طبعا يعني أنت مأمور إذا تكلمت أن تسمع، إذا مشيت أن تسرع، حتى إذا ضربت أن توجع في الحق طبعا، وهكذا. يعني ما في حاجة كده زي ما أنتم عارفين في السير موجودة. يعني أنت يعني ينبغي أن تري من نفسك قوة وهيبة. وعشان كده ربنا قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. المؤمن لا يمكن أن يكون إلا عزيزا. كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، وإذا ما طلبنا العزة في غيره أذلنا الله، وهذا ما نعيشه. هذه مقولة لواحد من الخلفاء الراشدين، وأحسب أنه الخليفة عمر الشهيد رحمة الله عليه أمير المؤمنين. فالعزة في الإسلام
والعزة في القرآن والعزة في الدين والقيم. أعتز بأنك أنت رجل مؤمن ومسلم. إن الدين عند الله الإسلام. ولما يقول لك للأمام للأمام يا جنود القرآن، للأمام للأمام يا جنود القرآن، القرآن القرآن مبعث للإيمان، هذب الإنسان علم البيان، وحد الإنسان، نحن ذلك القرآن، نحن جنود القرآن في زمان ومكان، نحن جنود القرآن في زمان ومكان، للأمام للأمام يا جنود القرآن. والله أنا إن شاء الله أتمنى في يوم من الأيام أتمكن من تسجيل هذين النشيدين بالأشياء التي يعني تحدث شيئا في النفس. عموما والمدينة عندها وقت الأصيل يعني على المغيب كده، مدينة تتطهر وتتجمل وتتزين كأنها العروس ليلة الزفاف. هذا مما أذكر. وإن شاء الله خريجو معهد عنسبة المعاهد الدينية في مدينة كرن يأتون كذلك بالأناشيد التي كانت هي أناشيد تلك المعاهد ويرددها الطلاب والطالبات. معهد الدين الإسلامي في غرداد كان حصرا على الذكور، وأعتقد يعني لو كان أمد الله في عمر أستاذنا وشيخنا الفاضل مؤسس المعهد ومدير شيخ عبد الله العزوز رحمة الله عليه، لو امتد به العمر أعتقد كان لا بد أن يكون هنالك معهد للبنات، حيث كانوا يعني الخلوة الملحقة بالمعهد كان بها بنين وبنات مفصولين يعني. ولذلك أنا ما أعرف بالنسبة للمعاهد في مدينة كرم في تلك الفترة الاستعمارية الإثيوبية، أعتقد الله أعلم ما عنديش معلومة، لكن نسأل كمان هل كانت يعني في معاهد للبنات ولا كانت كل معاهد للذكور. لكن أحسب أنه كان برضو الطالبات يدرسن في تلك المعاهد. ومما يعني يحمد لتلك المعاهد كذلك أنها يعني كانت مربوطة بالخلاوة بتاعة القرآن الكريم كما قلت عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة. وكان القرآن الكريم يعني هذا النشيد لم يأتي من فراغ. إلى الأمام إلى الأمام يا جنود القرآن، مبعث للإيمان، هذب الإنسان، علم البيان، وحد الإنسان، ذلك القرآن، حتى أصبحوا جنودا للقرآن في كل زمان وفي كل مكان. رحم الله أولئك العلماء الأجلاء الذين يعني غرسوا فينا ذلك العلم وهذا الحب، فلهم منا جزيل الشكر والعرفان. حنعمل آخر فاصل إن شاء الله عزيز المشاهد، وأتحدث عن جزئية أخيرة عن مجاهدات أولئك المؤسسون، نضرب مثل حتى ما نبين ويعني نذكر مآثر أولئك الأبطال والشيوخ الأجلاء. فاصل وأعود إليكم بعد قليل المشاهدون والمشاهدات الفضليات. وعدنا أيها المشاهد الكريم في الجزئية الأخيرة من هذه الحلقة، وهي الحلقة الثانية من موضوع المعاهد الدينية الإسلامية في إريتريا ودورها في تثبيت ودعم اللغة العربية في إريتريا. أما كيف كانت تأتي تلك الكتب وكيف كانت تدار، هي كانت يعني رعاية إلهية بحتة. اليوم أن تدير شأن هذه الأمة في حاجة بسيطة يعني الله أعلم إلا أن تؤتى ما أوتي به أولئك الكبار، ولكنه أعتقد أنهم كانوا صدقوا مع الله فصدق الله معهم. يعني رجل الشيخ عبد الله العزوز رحمة الله عليه، وأنا أضرب المثل لأنه
درست في هذا المعهد كما ذكرت من قبل. يعني رجلا لا ينتمي حتى للمنطقة التي روج من خلالها بعض الناس وسامحهم الله على ذلك، فقالوا أصلا هو ذاته ما من المنطقة دي، هو من منطقة هو من أبناء مدينة جندع، وكان بإمكانه أن يعمل معهد في مدينة جندع، لكنه برضو حتى لو ما يعني هو لم يكن من منطقة بركة، ولكنه آثر أن يعلم أولئك الناس. ورجل بسيط وعادي يحمل قدرا عظيما من العلم والتقوى، والله أن تراه يعني ترى فيه وقار العلماء وهيبة العلماء وشموخ العلماء وعزة والكبرياء لله طبعا، لكن فيه برضو يعني لا يمكن أن تراه كده عين وجها لوجه وتنظر إلى وجهه كده، فيه شيء كده من الهيبة والوقار، هو الرجل المسكين البسيط. لكن أنت لما يعني لما ربنا يحبك فتعظم في عيون الناس لأنك أنت تحمل علم. فمما يذكر أن الكتب بالنسبة للمعهد، معهد الدين الإسلامي في بغداد، كانت تأتي جوا الزنابيل والبواريب، أنا حقولها بالكلام اللي عارفينه نحن، في الزنبيل والبيروب مع الأشياء اللي يجيبوا يا ناس المدينة، هم داخلين المدينة بين كل قفة وقفة كتاب. بالله تخيل، انظر إلى هذه المجاهدة في الله، كيف جاهدوا في الله حق جهادي. والله هؤلاء الناس يعني طبقوا الدين كما تعلموه. وهكذا طلاب 4 فصول كتبهم دائما تأتي من برا وتدخل، لأنه طبعا بشكل رسمي ما تقدر تدخل المدينة، بتدخل مع الناس اللي بيحملوا القفف والبروش والبيروب وهكذا يعني. ثم تفرغ حبة حبة وترص. عندما تدخل المعهد وتنظر إلى الكتب تقول كيف جاءت هذه الكتب؟ أما مكتب الشيخ عبد الله الزوز عندما تدخل إليه مكتبة ضخمة من هنا إلى هناك وفيها هيبة رجل عالم ما شاء الله، وقار وعلم. على كل، ثم طرق أبواب الخيرين، مؤكد أنه جاء لا يحمل ولا شيئا في حسابه غير العلم الذي يحمله والإيمان الذي في قلبه. ففتح له الناس أبواب الخير، وتحديدا أهلنا من اليمن السعيد، إريتريو من أصول يمنية، والله لم يطرق باب الشيخ عبد الله الزوز وإلا الناس تفتح لها، إلى أن أسس أوقاف وقف للمعهد لا حصر لها، بيوت ودكاكين، لأنه رأوا فيه الإنسان المؤمن الذي يعمل فقط من أجل الدين لا غير، رحمه الله رحمة واسعة. فكان رجلا محبوبا، ورجلا يعني الناس يدوه يعني عطاء من لا يخشى الفقر كما يقال. وهكذا كان الأساتذة في المعهد ميسورين وحالهم مستور، وكانوا أنا أقول ربما رواتبهم كانت أحسن من رواتب المدرسين في الحكومة. والوقت ذاك لسه ما في هبات وعطاءات من الدول وما إلى ذلك، لأنه هي مكفولة ذات أصلا. إريتريا دي الثورة الدار تبيع على الأمة العربية، والأسطوانة القديمة ونفس المجموعة الشغالين فيها اليوم كانت على أشدها في ذلك الوقت كما هي الآن عليه. فمن هنا طبعا المعهد كان مستقر ماليا ومستقر إداريا ومستقر كذلك منهجيا وتربويا في ذات الوقت. وأكثر مما أراه أن أولئك الناس كانوا عظماء حقيقة، أنه لم يكن المعهد وقفا على سكان المدينة، بل كان الطلاب يأتون إلى المعهد من أطراف المدينة ومن خارج أطراف المدينة،
حتى من مناطق ثانية كتسني وعلي قدر وأم حجر وهكذا يعني، ومنصورة وهكذا، ثم يلتحقوا بالمعهد وهم ما عندهمش مكان يأووا إليه ولا أسرة تقوم ترعاهم، أبناء فقراء، أبناء مزارعين، أبناء رعاة، كما كانت المدينة. أصلا المدينة ما فيها الشيء الكثير يعني. صحيح خيرات المدينة كانت مقارنة بمدن أخرى يعني من المدائن اللي فيها خيرات ونعمة وميسرة يعني. فالشيخ عبد الله العزوز رحمة الله عليه كان اخترع، وأخيرا أنا سمعت أنه برضو كانت في عدد من الدول، لكن في ذلك العهد حتى ما يفتح بابا من أبواب العلم لهذا الطالب الذي جاء إلى المدينة ما عنده شيء قريب، اللي عنده قريب يمشي معه. الشيخ عبد الله العزوز كان موفر لهم المبيت، وكانوا يبيتون في الخلوة المجاورة للمعهد. المدينة سخنة وكذا، وطالب يطلع عن قريبه ويفرش اللي هنا ويديها نوم، لكن محتاج أن يأكل ويشرب 3 وجبات على الأقل في اليوم، وأن تغسل ملابسه وهكذا. فالشيخ عبد الله العزوز رحمة الله عليه يعني كان في كل بداية عام الطلاب، وأنا والله ونحن أطفال شفنا في المعهد في مسجد غرداد كل جمعة في بداية العام الدراسي يوقف الطلاب صفا فيتحدث، لأنه هو حديثه هو نابع من القلب، وحديثه لأجل الدين ومن أجل الدين، فمصدق كيفما تحدث. فيقول: أيها الناس، كلامه فصيح وكلامه مبين، كلامه يقطر إيمان ومحبة. فيقول لهم: هؤلاء هم طلاب العلم، هم أبناؤكم، ليسوا من هذه المدينة، قدموا إلى هذه المدينة ونحن استقبلناهم في المعهد، عندنا لهم مبيت، فكل من يعني بيده اليسر فقط كل واحد ياخذ واحد، وأجركم عند الله، فقط يفطر معه في البيت ويتغدى ويتعشى، وإذا تكرمتم يعني بتجي بعدين المعاملات الأخرى يعني. وبالليل يبيت في المعهد في الخلوة المرفقة للمعهد. والله العظيم أنا شاهدت، فكل واحد ياخذ لا يسأل هو مين، لا قبيلته مين، ما يعرف اسمه مين ذاته. لما ياخذ يقول له: ما الله يملب له سميت كم أنت، اسمك مين؟ اسمي فلان الفلان. بعدين يتعرف عليه من أي قبيلة أنت وعد كمان لبولهم، وربما يطلعوا قرايب. لكن والله شوفت عيني زي ما يقولوا، أنا شفت كذا واحد يجي يقول أنا أشيل ده وأشيل ده، وفي دقائق كل طالب يمشي إلى رجل، إلى أسرة يعني. بالله شوف هذا الجهاد في الدين كيف، وفي العلم وعلم الدين، وشيئا فشيئا يصبح هذا الطالب الذي جاء متوجها إلى الله سبحانه وتعالى ولا يعرف شيئا في المدينة غير المعهد الذي جاء به إليه، وهو يحمل القرآن الكريم، ختم القرآن على الأقل كما قلت، ثم يصبح مع الأسرة شيئا فشيئا، يفطر معها ويتغدى معها ويتعشى، وبعدين ياخذ برضه فطوره بعد العشاء. كانت مدينة ميسورة زي ما ذكرنا يعني. وبعدين أصلا أنت لما تجيب طالب العلم وتأكله معك والله يجيك بالبركة، يجيك بالبركة والخيرات. هكذا كانت المسائل، فياخذ معاه فطوره كمان، ثم تتطور المسألة برضو يخلي ملابسه في البيت وتغسل ملابسه وتكوى، شيئا فشيئا يصبح واحدا من هذه الأسرة. بالله ألا يكفي ذلك المعهد؟ وهذا المعهد ده هو بيحمل علم، تلاقيه ممكن يدرس الأطفال، يدرسهم واحد واحد، ولما يتحدث باللغة العربية ويتحدث بالإناي يعني. هكذا شوف هذا الرجل رحمة الله عليه. أنا ما أعرف في مدينة كرن كانت هذه المسألة، وفي مصوع ولا إيش مش، لكن في غرداد كان، وكان كثير من الطلاب
يا أخي بالله، ألا يكفي هؤلاء العلماء الراحلون أنه هذا يعني ألا يكفيهم أنهم قدموا لدينهم وأمتهم هذا الخير؟ طالب بيجي من ما عارف هو حيقعد وين وبتاع، ويجي ويلقى أسرة، والأسرة تحترمه ويبقى جزء منا. عشان كده كنا نقول إنه المعاهد دي مش لعبت دور فقط في تثبيت اللغة العربية، لعبت دور كبير في خلق نسيج اجتماعي ديني متسامح وأخلاق وعلم. هذا المعهد يجيك هو قارئ للقرآن ويحفظ، ودي هي أناشيد، وهذا هو غناء، وهذا هو أهازيج وترانيم. يعني يقول لك إلى الأمام إلى الأمام يا جنود القرآن. وكمان يعني كانت في أناشيد: بلادي سلمتي وروحي الفدا، وصوتي لصوتك رجع الصدى. أناشيد عربية قديمة كان ذكرها أخونا خريج معهد غرداد أستاذنا أبو الحسن أعتقد رحمة الله عليه. ولذلك عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، أنا تعمدت أن أتحدث عن هذه المعاهد، وإن شاء الله في يوم من الأيام كما قلت سنستضيف المعهديين ليتحدثوا عن دور تلك المعاهد الدينية. أعتقد جازم على أنه إريتريا التي نود أن تستمر فيها القيم الدينية والقيم الوطنية والقيم الأخلاقية النبيلة لا بد أن تعود إلى عهدها وسيرتها الأولى، أن تعود للمعاهد الدينية الإسلامية مكانتها ودورها وريادتها في قيادة المجتمع. مع كل ذلك ما واجهه الشيخ عبد الله أزوز من سكان المدينة وغيرها وأكنافها حربا، يعني وكأنه يحاربون لكن من حيث لا يدرون، كانوا يحاربون من يقول هذا كلام الله وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نحمدك ونشكرك على أن متعتنا بالصحة والعافية، ونشكرك على أن هيأت لنا من أمرنا رشدا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشكر لكم مشاهدي الكرام حسن الإصغاء والمتابعة والمشاهدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير والمحبة والسلام، في حب هذه اللغة وحب أهلها وحب من يعملون لها ولدينها ولقيمها النبيلة. تحياتي لكم في الإعداد والتقديم محدثكم أحمد شريف، وتحايا زملائي في الإخراج والمونتاج من شبكة سلام الإعلامية. ألتقيكم في الحلقة 16 بإذنه تعالى، متمنيا لكم الصحة والعافية، وأن يسرنا الله سبحانه وتعالى في الدارين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.